انت تقدر تعمل من الموقع ده اكتر من 10,000 دولار. وايوه الكلام ده حقيقي 100% وعن تجربة. فقبل ما نبدأ، انا الفيديو ده هطول شوية عشان هحكي لك على كل حاجة حرفيا من اول الف لحد يه. يعني يعني من اول كل حاجة، من اول ما تخش على الموقع لحد الايديت، وازاي تنزل فيديوهات، وازاي انك تعمل حتة فايرال كده تخلي الفيديو بتاعك يضرب. وكمان هحكي على مثلا الفيديو ازاي يوصل لامريكا. لو طلبوا منك في اي حملة الفيديو بتاعك مثلا 40% من جمهور امريكا والكلام ده كله. فمن غير رأي كتير، يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، ويلا بينا يعني يلا بينا. يعني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. طبعا اي طبعا قبل اي حاجة تعال احكي لكم الاول عن المجال ده. المجال ده اسمه الكليبنج. يعني ايه كليبنج؟ الكليبنج باختصار هي مثلا انا عامل فيديو ستريم مدته 4 ساعات تقريبا. يعني مثلا انا مش هفضى ان انا هعمل فوق 200 فيديو ريل، فبحتاج ناس هي اللي تعملها لي وتسوقها لي، وانا اللي هستفاد وهم كمان هيستفادوا. يعني انا ككونتنت كريتور بحط بادجت معينة في موقع كونتنت ريورد، تمام. بعمل حملة بالاسم بتاعي وبقول للناس بقى والشروط بتاعتي وكل الحاجات دي. فبقى فطبعا انا مش رايح لفيديو اديتور واقول له اعمل لي بتاع 100 ريل، طبعا تبقى مشقة وصعبة جدا يعني. فانا بحط بادجت للناس المعينة اللي هم الكليبر. احنا في المجال ده اسمنا كليبر. ده طبعا غير الفرق بين اليو جي سي حاجة تانية جدا، يعني هبقى احكي لكم عليها كمان شوية يعني، فاهمني. فالكليبنج باختصار يعني انا قلت لكم، فيلا بينا نخش في اليو جي سي. اليو جي سي بقى المعلم الكبير. اليو جي سي معناه بقى مش كليبنج وتعمل ايديت والكلام ده كله. معناه انك تطلع بوشك وتعمل مثلا على حسب الشروط اللي هو يقولك عليها. فيعني باختصار اليو جي سي هي هتطلع بوشك عامة، او مش عامة. في حملات بتستخدم الفيسلس اللي هي من غير وش، تطلع بصوتك. المهم ان انت اللي هتطلع فيها، فاهمني. انت بتعملش مونتاج لحد، يعني انت بتعملش ايديت لحد. انت انت اللي بتعمل الفيديو. يعني فهمتني ايه بالبلدي كده؟ مش مجازة اي سكريبتات والله ولا اي حاجة، فافهمني يعني بالبلدي. فاحنا ممكن نخش على الموقع وافهمكم كل حاجة بالتفصيل، بعد كده نعمل ايديت بتاعنا ونخش حملة محترمة. قبل ما تخش اي حملة اعرف هي حملة بتدفع فعلا ولا لا، عشان حصلت مع ناس كتير. وفي ناس فعلا يعني عملت فيديو وصل ل10,000 مشاهدة وما اتقبلش والحاجات دي كلها، وازاي الفيديو يتقبل. ويلا بينا نبدأ الفيديو العملي بتاعنا، وما تنساش اللايك بقى تاني اهو. يلا. طبعا احنا دلوقتي هنروح لكونتنت ريورد الاول. مش هنروح له ما نروح لكونتنت ريورد، وانا اعمل اكونت جديد معاكم وابدا معاكم من تحت الصفر يعني يعتبر. هتدوس على اول حاجه دي. هتدوس على اول حاجه، هيفتح لك بقى الصفحه دي يا معلم. الصفحه دي ايه؟ دي الواجهه الرئيسيه. انت هتخش طبعا مش هتعمل اكسبلور الاول، ستارت ايرنينج يعني، فاهمني. بعد كده تخش تعمل ايميل بجوجل بلاي. جوجل بلاي، انا اسف. خش بقى على اي اكونت من دلوقتي. انا هعمل اكونت جديد بقى والحاجات دي كلها عشان فاهمني ابدا معاكم من الاول. هيطلب مني الحاجات دي، كونكت يوروب اكونت. اقول له ماشي يلا بينا. اعمل سويتش عشان مش عايز اخش على الاكونت ده. هيجي لي الحاجتين دول. انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتدوس على اليمين عشان انت مش هتعمل بيزنس، انت لسه في الاول يعني، فاهمني. هيطلب مني جوجل تاني، وبعد كده دخلنا على ويب عامه. فبعد بقى ما بتعمل تسجيل دخول يا معلم هيجيلك الحاجات دي. يعني انت هتقف هتتنح، انا فاهم. فهتعمل ايه بقى؟ هتدوس على هوم نيكست هنا هو بيقول لك يعني الحاجات دي ايه، وتحط الصوره بتاعتك. اهم حاجه تحط صوره عدله يعني، فاهمني، عشان تروق على الاكونت. والنيم بقى بتاعك والحاجات دي كلها. ماشي تمام. حط بقى سنك الحقيقي. اهم حاجه تحط السن الحقيقي اللي موجود في البطاقه، عشان هيطلب منك تحقيق هويه. من غير تحقيق الهويه مش هتعرف تسحب ولا مليم حتى، انا بقول لك اهو. 2009. يلا بينا ندخل setting up your account. كده بيتعمل اهو، ومش هيكمل دقيقة يعني، مش هو فتح اهو.
انت دلوقتي بقى فتحت معاك الصفحة دي، انت هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ هتستنى اكيد يعني، انا عارف. احنا معانا هنا كمان $0 وكل حاجة بايظة يعني. فقبل اي حاجة انت هتدوس على الديسكفر دي طبعا، وبعد ما تدوس بقى الديسكفر هيطلع معاك الصفحة دي. انت هتعمل ايه؟ هتنزل خطوتين لتحت، هتلاقي اللي على اليمين دي، والله انا ما عارف هي ايه لحد دلوقتي، فاوعى تدوس عليها. فانت تخش على الكونتنت ريورد اللي هي الكليبنج، مكتوب عليها الكليبنج لو انت من التليفون يعني هتبان معاك. هتدوس عليها خطوة واحدة، هيفتح بقى معاك الصفحة دي مثلا انت هتتوه اكتر، هقول لك ليه. دي بقى الصفحة اللي مليانة حملات، ومش اي حملات، في حملات منهم موثوقة فعلا وبتدفع، وفي حملات لا. تعال نبدأ بالحملات اللي هي ما بتدفع، يعني يعتبر مش ما بتدفعش، ممكن يتأخروا عليك شوية، انا ما اعرفش الصراحة. ففي ناس اشتكت كتير، دخلت لي واشتكت ان في حملات ما بتدفعش، حتى جابت مثلا فوق ال10,000 مفروض يبقى ليهم بتاع $10، ما خدوهوش ولا الفيديو اتقبل ولا ما اتقبلش، انتوا فاهمين اكيد اكيد يعني. فاحنا ننزل تحت شوية، تلاقي الحملات دي كلها كول اوف ديوتي بقى، وميد جورني كمان اهي. فانت هتعمل ايه؟ ازاي تختار الحملة الصح في العموم يعني، انت فاهمني. طبعا انت ركز على الحملات الموثقة اللي هي جنبها العلامة دي. استنى اكبر. اللي هي العلامة دي، جنبها العلامة دي، فاهمني. دي كده تبقى مثلا تبقى حملة موثقة يعني، امان، خش فيها وانت مطمن. نصيحة مني ليكم، خشوا في الحملة اللي هي بتاعت ريسبي دي تبع كونتنت ريورد. وكونتنت ريورد اكتر حملة يعني يعتبر بتدفع واكتر حملة يعني. مثلا انت عملت الفيديو النهاردة وحملته وجاب ال1000 مشاهدة او الحد الادنى من المشاهدات، بعدها بيوم ممكن تلاقيه اتقبل، وممكن تلاقيه ما اتقبلش يعني، فاهمني. يعني هو هيتقبل او ما يتقبلش بعدها بيوم، مش في حملة بتقعد بتاع اسبوع عقبال ما يردوا عليك، لا هيردوا عليك بعدها بيوم، بعد 24 ساعة بالظبط. فاحنا هنخش على الحمله بتاعت الريسبي دي. واهم حاجه، اهم حاجه قبل ما نبدا في الايديت بتاع الفيديوهات ولا اي حاجه من الحاجات دي، تقرا الشروط. الشروط اهم من الايديت يعني، فاهمني. يعني انت لو عملت ايديت للفيديو وانت متعرفش الشروط، فالفيديو بتاعك ممكن يضيع، واحتمال كبير يعني، فاهم الموضوع في ايه. فاحنا هنروح نقرا الشروط. والابروفال ريت 36%، عشان الحمله لسه جديده يعني كده، وما دفعوش حاجات كتير يعني، بتاع 300 ل $10. والمعلم ده بيدفع على كل 1000 مشاهدة $1، لكن الماكس 100. يعني انت لو جبت 100,000، انت لو جبت 2 مليون هتاخد ال100 برضه، يعني ده الماكسيموم بتاعك. والتوب ايرنر هنا 221,000 أول واحد، يعني ده واخد بتاع $100 طبعا يعني، فاهمني. انت لو جبت 2 مليار مشاهدة هتاخد $100. هنا بقى تحت هنا هتلاقي الريسورس اللي هي الايه، الشروط بتاعتنا. هتلاقي طبعا ديسكورد، لو انت محتاج تخش خش براحتك، بس عادي يعني، فاهمني. وهتلاقي هنا الشروط بتاعتك بقى اللي انت هتلاقيها هنا، فاحنا هندوس عليها، هيدخلنا على صفحة تانية. وبعد ما يدخلنا بقى صاحبي، نستنى نحمل كده دقيقة اهو. معلم فتح، بيقول لك ايه بقى المعلم هنا؟ النون ديديكيتد. يعني مثلا اقول لك يعني إيه اسمها ايه، ديديكيتد والنون ديديكيتد. الديديكيتد يخرب بيت ده اسم. المهم يعني الديديكيتد ده، معلش بقى لو انت لازم تعمل اليوزر نيم بتاعه. يعني مثلا هو كاتب لك هنا مثال ريسبي ريل ومش عارف ايه يعني، فاهمني، تكون فان ليه، وتحط الصورة بتاعته في البروفايل. لا يعني انت محتاج تعمل اكونت جديد يعني بالمعنى، وتحمل عليه. هيديك على كل 1000 $1. لو عملت بقى النون هنا بيديك $0.5 على ال1000 مشاهدة. ومش لازم بقى تعمل، مش لازم تعمل يعني بروفايل ليه والحاجات دي كلها يعني، فاهمني. بيقول لك ايه بقى، انت البلاتفورم بتاعتك هتنزل على الانستا والتيك توك ويوتيوب. طبعا دي سهلة يعني، مش مفهوم. المعلم بقى اللي بتقف مع كل الناس وكل الناس بتخض منها، بيقول لك لازم 40% من المشاهدات تكون من البلاد الاولى. طبعا وهي ايه البلاد الاولى عشان تكون فاهم؟ البلاد الاولى على رأسها امريكا وكندا وايه تاني، وانجلترا. يعني انت البلاد دي فاهمني، اوروبا يعني، يعتبر اوروبا هي امريكا مش فاهم.
انت فاهمني، يعني البلاد اللي هم ليهم سلطة عالية والحاجات دي كلها. وقول ستريمر يونيفرستي يعني لازم تعمل كليبات من اسمها ايه، من الفيديوهات بتاعت ريزبي فقط لا غير، يعني ما تجيبش حاجات من بره. بيقول لك هنا ممنوع تعمل حاجه جودتها يعني جودتها قليله. يعني واهم حاجه وانت بتعمل اكسبورت للفيديو بتاعك، اهم حاجه تاكد من الجوده اقل حاجه 1080 واحسنهم 60 فريم، يعني الفي بي اس خليه 60، واخرك يعني 4K احلى حاجه طبعا. ولازم تركز هنا على الهوك القوي، يعني بيقولك اول ثانيتين لازم تركز على الهوك القوي. يعني ايه هوك في العموم؟ اقول لك يعني ايه هوك. الهوك دي اول 5 ثواني في الفيديو او اول 3 ثواني على حسب. مثلا انت بتشد المتابع، يعني ازاي المتابع اللي بيشاهد الفيديو يكمل الفيديو للاخر، يعني فاهمني. ويقول لك هنا الكامبين، يعني المتطلبات بتاع الكامبين، اقل حاجه للفيديو مدته 10 ثواني. والووتر مارك يا ديني، والووتر مارك لازم يكون في ووتر مارك. يعني انا هشوف دلوقتي اللينك الصراحه عشان ما اعرفش الحاجات. والبايو لازم تكتب الحاجات دي في البايو اللي هو كاتبها لك هنا دي، فاهمني. والكابشن بقى هو حاطط لك كابشن هنا، اختار حاجه منهم يعني يعتبر، فاهمني. وهنا بقى الريسورس، يا لهوي نلدغ في كل الحروف. مش يعني دي الحاجات اللي انت هتعمل عليها ايديت، يعني فاهمني. انا لو دخلت هنا هيدخلنا على اليوتيوب ده. الفيديو ده انا هنزله دلوقتي واعمل عليه ايديت. يعني هو دخلنا على صفحته وعنده 26,000 ما شاء الله، يعني دخلنا على صفحته مليانه فيديوهات ما شاء الله. انت بقى تاخد فيديو من دولت تعمل ايديت بتاعك بقى وتروق الدنيا. بمعنى ايه تروق الدنيا؟ تعال مثلا ناخد الفيديو ده، لا مش عاجبني. مارلين او ماي جاد. مثلا خدت الفيديو ده احمله فين، كنت محمل اكستنشن هنا فين؟ لا ده على الكروب. المهم يعني احمل الفيديو. بعد ما احمل الفيديو بقى نروح على كاب كات بس كمان شويه بقى، فهكمل معانا الفيديو للاخر. والله الحاجات دي مهمه واعلمك ازاي تنشر والحاجات دي. وايه بقى ريجستير اند بايوت بي اوت. لازم اهم حاجه ماشي، عشان في شويه ناس برضو دخلوا لي وعندهم نفس المشكله دي. مثلا انت عملت فيديو ونشرته على اليوتيوب، ليك نص ساعه 30 دقيقه بالظبط. لو 30 دقيقة أو 1 ثانية الفيديو بتاعك مش هيتقبل، يعني فاهمني. 30 دقيقة من بعد نزول الفيديو لازم انت تنشر الفيديو على ويب. لازم تنشر الفيديو على ويب في خلال 30 دقيقة. بمعنى هقول لك دلوقتي يعني. ولازم تبعت لهم الديموجراف بتاع، يعني ايه ديموجراف؟ عشان فكرتوني وقفت برضو مع الناس كتير. الديموجراف هو عايز يتأكد ايه البلاد اللي عندك، ايه البلاد اللي بتشوف الفيديو بتاعك، يعني فاهمني. يعني مثلا انت بتروح على التحليلات بتاعت الفيديو او القناه وتبعت له سكرين شوت، يعني فاهم، بتاخد سكرين شوت وتحطها في، هو بيطلبها منك وانت بتنزل الفيديو. فهو بس عشان يتاكد، عشان يشوف مثلا البلاد الاولى اللي هو بيقول عليها، فاهمين. بس بعد ما اوتوماتيكلي يعني هيبعت لك الفلوس اوتوماتيكا، يعني انت فاهمني، يعني اوتوماتيكا. بس هنرجع تاني بقى الويب. وتقريبا دي الحاجات المهمه اللي انا كنت بقول لكم عليها الحمل. طبعا احنا جوين كامبين هنا، جوينت كامبين. يا لهوي الانجليزي ده ضايع كده ليه، يخرب بيت كده. انا كده انضميت للحمله بتاعتهم اللي هي بتاعت كونتنت ريورد، عشان فاهمني. كونتنت ريورد اهم حمله ممكن تخش فيها، وارزقهم. وانا كنت شغال عليها على اكونت التاني وطلعت منها ارباح حلوه يعني ما شاء الله. يعني كده انضميت للحمله. في ناس بقى بتيجي هنا وبتقف خالص بقى ما بتعرفش تكمل. سهله، بيقول لك هنا جيت ستارت، والارن حاطط لك كونتنت ريورد هنا. والحاجات دي كلها فكك منها، يعني مش هتفيدك في حاجه، فاهمني. وده فكك منه برضو، بينزلوا حاجات جديده هنا. فانت هتروح في كل الحاجات دي، هتروح عند الكونتنت ريورد اللي انا واقف عليها دي، فاهمني. والجوين هنا اول ما تيجي معاك كده يا صاحبي اعمل ريفريش، فاهم، عشان الموقع بيعلق تقريبا، معرفش. انت اعمل ريفريش وهتشتغل معاك عادي.
هيظهر لك الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بقى ايه؟ كل الحاجات دي الخاصه بالكونتنت ريورد. طبعا احنا هنروح على الحمله بتاعت المعلم ريسبي، مش عارف الاسم ده، المهم يعني هنروح للحمله دي. انا كده انضميت للحمله. عندك بقى اتنين، دي النون ديديكيتد ودي الديديكيتد. يخرب بيتك. مهم يعني، وحاطط لك رينج 2500 دولار، يعني يعتبر بموت، يعني يعتبر حلو يعني في الافريج. فاحنا نروح النون ديديكيتد دي في ايه، وهنا كاتب لك الافريج ريفيو تايم 21 ساعة، يعني بعد 21 ساعة من نزول الفيديو ممكن يتوافق عليه او لا على حسب الشروط. فبيقول لك هنا ايه بقى، هيدفع لك $0.5 على ال1000 مشاهدة. انا ما انصحش بيها عامة يعني، فاهمني؟ يعني انت لو جايب فيديو والمين كمان هو هيدفع لك على المين $1، يعني مثلا لازم تجيب 2000 مشاهدة، 2000 مشاهدة اقل حاجة، انت فاهمني؟ ما انصحش بيها يعني، فاهمني؟ ما انصحش بيها عشان $0.5 دي الصراحة قليلة قوي يعني، فاهمني؟ وهنا في اكزامبل كمان للفيديوهات، حاول تعمل ايه. Crispy! How you doing? Crispy! How you doing? It's okay, How you Mama. feeling? Mama's in the home. Shout out to my It's okay, mom. Mama's Hey, at listen, home. you've Mama's been at home. Shout out to trying my mom. Hey, listen, you've been trying to. بس بقى كده عبط لحد كده. فهو جايب بتاع 30,000 اهو، داخل على 30,000، مدفوع له $15. فاحنا هنجرب، احنا يعني انت خش الحملة اللي انت عايزها براحتك يعني، فاهمني؟ هنا بقى الصفحة دي هتلاقي فيها ايه؟ الشروط بتاعتك، تمام؟ وهنا سبميت فيديو. سبميت فيديو دي انت اول ما تدوس عليها تحط هنا اي حاجة، والله بتحط اي حاجة، عشان في ناس بتخش لي تقول لي وانا اكتب ايه في التايتل واكتب ايه في التايتل، اي حاجة يعني. في يا عم احمد، يا عم احمد اهو، مش مهم. وبتدوس بقى اي هاف ريد ومش عارف ايه سبميشن والحاجات دي، واللينك بقى الفيديو بعد ما انت تنزله. وطبعا يلا نروح بقى في المرحلة اللي بعديها. وقبل ما نروح في المرحلة اللي بعديها، في ناس عايزة تشوف الفيديوهات بتاعتها. في حاجة هنا اسمها سبميشن. السبميشن دي كل الفيديوهات اللي انت نزلتها. طبعا مش هيبان حاجة هنا عشان الاكونت ده جديد، فاهمني؟ لسه ما عملتش اي حاجة، بس هيظهر لك يعني لو انت منزل فيديوهات هيظهر لك هنا. ودي الانالايز، دي اللي بتتابع منها بقى المشاهدات بتاعتك والحاجات دي كلها. الديسكفر دي بقى، والاكونت عشان تربط الاكونت بتاعك تدوس اد يور فيرست اكونت. بتختار اي اكونت من اللي انت هتنزل عليه فيديوهات، مثلا انستجرام، وتحط هنا اليوزر نيم بتاعك بقى، اي حاجه يعتبر. مثلا نحط اليوزر نيم بتاعنا اهو، فاهمني؟ هو تقريبا الاكونت كنت عامل له كونكت اهو، عامل له كونكت من الاكونت التاني بتاعي. انا بتاعتها ليه؟ تيجي بقى نروح نعمل ايديت بقى. تعال نروح نعمل ايديت، نحمل الفيديو وارجع لكم تاني. طبعا انا كده حملت الفيديو وحطيته على كاب كات، ودلوقتي هنعمل ايديت بتاعه. ازاي بقى تعمل ايديت؟ اللي هو تاخد الحته الفايرال منه وتنزله. اهم حاجه تتفرج على الفيديو كل مره، يعني فاهمني؟ يعني فاهم، تتفرج على الفيديو مره واتنين كمان يعني عشان تضمن. فاحنا هنشوف الحته الفايرال وهقص ونرجع لكم تاني. فكده طبعا بعد ما قصينا وعملنا كل حاجه، ازاي بقى نعمل الريتيو بتاعنا؟ تعمل كده وتختار المقاس ده 9.16. هتلاقي الصورة معاك كده طبعا على الكفر كله. تاخد كنترول ايه. انا عن نفسي اعمل كده يعني، فاهم؟ مش هاخدها للاخر عشان كمان الكواليتي بتقل والحاجات دي كلها بتقل، فانت خد بالك. انا عن نفسي انا مش عارف في ايه، عشان كده الاضاءة كانت فوق، معلش. فانت الكواليتي بتقل كل ما تزود الريتيو بتاعك، الكواليتي بتقل. فانا اعملها كده واحط كابشن من فوق وانزلها كده تمام يعني يعتبر، فاهمني؟ وايه ده؟ ده انا نسيت. حاول اخليها كلها تبقى زي نفس المقاس. بس هو ده الفيديو بعد قبل اي حاجه. We're going to Comic Con.
Yeah, you guys coming? Yeah, are you guys coming? I have the world's spiciest gummy bears. If anyone of you guys wants to eat them. My brother! Do you remember me? My man, let's have a conversation. My man, let's have a conversation. A little bit like more angry. Please, my man. Please, My man, I need a clip, you know what I'm saying? I need the lights. I need the lights. He just like leaves like very aggressively. Get the fuck out. Thank you, you're the GOAT. Thank you, here to go. As we were getting ready to watch the film, I ran into an old friend. بس فدي يعتبر ده كده قبل الايديت دي الكليبس اللي احنا قصيناها وعملنا كلها. ازاي بقى نعمل ايديت؟ اول حاجه نبدا بالكابشن اول حاجه يعني فاهمني. في اوتو كابشن على طول وانجلش خليها ديتكت ايه بعد كده جنريت. هيفضل بقى يعمل الكابشن لوحده كده في ثانيه لان ده عشان قرفاني. فهيعمل الكابشن بقى لوحده ونشوف بقى بعد ما يعمل احنا هنعمل ايه بقى. ماشي وكده دلوقتي هو عمل الكابشن فهتلاقيه هتلاقيه مقرف يعني فاهمني. فانت هتعمل ايه؟ تاخده كده وكنترول يعني تعيد الفونت بتاعه. هاتلك فونت محترم انزل تحت نجيب ده مهم. واللون بقى ممكن تخليه ده تعمل له ستروك كده اسود عشان يبان ونشوف كده. Good day so far. We're going to Comic. كده شفنا شكله مثلا بقى يعني فاهم احسن من الاول. نديله شويه افكتات كده في الاول حته هوك كده فاهمني. مثلا نديها فيد ان نديها فيد ان شكله يعني ماشي. مش هنحتاج لك نويز بس يا طبعا مش هنحتاج حاجة تاني. الحوار سهل وبسيط انت ممكن برضو تحط كابشن كده من فوق. مثلا نعمل ايه مش عارف اكتب ايه. نروح على الشروط تعال نجيب كابشن من الشروط فاهمني ما نهبطش. مثلا ناخد ده كوبي نروح على كاب كات تاني. نعمل ايه بقى؟ نجيب التايم لاين الاول تكست اد ممكن نعمل لها باك جراوند تعال نجرب الباك جراوند ونديها بي تقيلة دي مميتة كده. Having a good day so far. We're going to Comic. بس تعمل حاجة هاتها للآخر نكبر شوية نجيبها تحت كده شوية يعني فاهم نظبط حالك. نشوف Yeah, you guys coming? Yeah, are you guys coming? I have the world's spiciest gummy bears. If anyone of you guys wants to eat them. Do you remember me? Do you remember me? My man, let's have a conversation. I just want to talk, please. بس احنا كده عملنا الايديت. انت مش هتحتاج تعمل اي حاجة تاني غير كده. كده الحتة الفايرال بتاعتنا بقت تمام وكل حاجة بقت تمام. فانت تعمل اكسبورت فاهم. بس على كده انت مش هتحتاج تعمل حاجة تاني. 1080 يا عم يلا بينا نعملها 60 فريم يا عم يلا. اقول لك يلا اكسبورت فاهم. انا استنى نعمل اكسبورت بعد كده هنجيلكم تاني بقى. يلا هناخد الفيديو كده يعني اخده واعمل له دراج للبتاع بتاعنا جوجل يقعد يحمل بقى مع حاله بقى وكده. في الخطوه دي انت هتكتب هنا اي كابشن مثلا زي اللي احنا خدناه ده ماشي. فانت عشان تجيب مشاهدات من امريكا فانت هتعمل حاجه هتكتب مثلا هتكتب هاشتاجات امريكيه وحاجات والكابشن امريكي زي ايه
مثلا نروح للديسكريبشن نقول له ايه في ماشي الفيديو حمل اهو USA مثلا اهو، ونقول له سبايدر مان. هما بيحبوا الحاجات العبيطة دي. ماشي ودي كده بقى فاهمني. شورت. والاهم من ده كله، ايوه الاهم من ده كله انك تنشر بعد 12 بالليل. يعني فاهمني انك تنشر بعد 12 بالليل، فده بيزود يعني انت الموضوع هيجي معاك واحده واحده، مش هيجي معاك على طول. مش اول فيديو هتنزله هيجيب معاك مشاهدين من امريكا، هيجي لك من فيتنام ومش عارف ايه وكده. فانت خلي بالك، انت مش من اول مره هتيجي معاك، انت مع التكرار يعني فاهم. كل ما تكرر الموضوع كل ما هتيجي معاك بعد كده. فانت بعد كل ده، انت بعد ما تنزل فيديو، طبعا مش هنزله عشان ما عنديش اكونت عامله. انت مثلا كده نزلت الفيديو مثلا يعني مثلا انت كده نزلت الفيديو، فانت هتاخد اللينك هتروح هنا الصفحه اللي انت كنت فيها اللي هي دي يعني فاهمني. هتسبمت فيديو، حط لينك الفيديو بتاعك اللي احنا خدناه، والتايتل واحد اي حاجه مش تفرق، واي هاف ريد مش عارف ايه. بعد كده هتدوس هنا. بعد ما تدوس هنا بقى اللي هيحصل، هيقول لك فريفاي بلاتفورم. تعال نوثق اليوتيوب. هنروح هنا نكتب القناه عشان مش فاكرها، ثانيه كده. وايه اللي انا عامله ده؟ القطه المغامره. تبا. ماشي ناخد هنا كوبي ونروح هنا. هيديني الكود ده. الكود ده اخده كوبي تمام. بعد كده نروح بقى للاعدادات بتاعتنا بتاعت اليوتيوب. هنحط ده في الباي عندنا، وبعد ما نحطه في الباي هيتقبل عادي يعني مفيش مشاكل. يعني كل ده في اقل من دقيقه يعتبر اهي. مش كده يا معلم اهي. حطيت الكود واعمل نشر كده اتحفظ معانا. اقول له فيريفاي اكونت. كده اتعمل كده، الاكونت بتاعنا اتربط. فانت بس انت اول ما تعمل كده خلاص الفيديو بتاعك نزل يعني مفيش اي حاجه فاهمني. ففكك منه بقى عشان انا ما حملتش الفيديو اصلا يعني فاهمني، ما نزلتوش. بس بعد ما بتعمل بقى الخطوتين دولت، فانت تستنى بتاع 24 ساعة. لو الفيديو بتاعك جاب الحد الأدنى بيتحقق في يوميها، لو ما جابش بقى بيستنى يومين 3 كده عقبال ما تشوف هيتقبل أو لأ، أو في يوم يعني في 24 ساعة. وبيقولك هنا أهم حاجة لما تنزل الفيديو لازم في 30 دقيقة بعد نزول الفيديو لازم تحط اللينك بتاعك هنا. لو بعد 30 دقيقة الفيديو بتاعك مش هيتقبل. دي أهم خطوة. وبس كده انتهينا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم يعني والشرح عجبكم. فلو محتاجين اي حاجه فاحنا عاملين اللينك بتاع ديسكورد، عاملين السيرفر بتاع ديسكورد، فاتمنى تخشوا فيه. لو محتاجين اي حاجه فاحنا بنتكلم هناك، واحتمال نعمل يعني لايف ستريمات بقى هناك لو حد عنده اي مشاكل والحاجات دي كلها. فبس كده، ما تنساش اللايك طبعا والاشتراك في القناه، واستنى كل جديد. ويلا بينا، السلام عليكم.